المفروض ان ده اغلى حلواني في بورسعيد. هل هيبقى اجمد حلواني؟ حلواني اللورد معروف بجودة منتجاته واسعاره الغالية. جربت من عنده في اخر رمضان كده الكنافة اللي هي الفور سيزون. المفروض ان هي بتبقى كنافة متحمصة عليها نوع من انواع الكريمة مختلفة لكل صنف، وكمان في بعض الاصناف بيبقى عليها طبقة كيكة رقيقة. هنا في 4 انواع، اولهم المانجا. تحت طبقة المانجا على طول في موجودة طبقة الكيكة الرقيقة اللي بقول عليها دي، بس شكلها غريب، تحس ان هي زي العيش كده، مش شاربة اي صوص او واخدة من اي كريمة. فاعتقد كان هيبقى احسن شوية لو اتحطت ما بين الكنافة والحشو بتاع الكريمة. طعم المانجا كان كويس بس برضه مش احسن حاجة، والكنافة للاسف كانت محتاجة تتحمص اكتر من كده شوية. انا بحبها متحمص اكتر من كده. تاني نوع الروشيه، دي كانت حلوة بس تقيلة ومسكرة شوية. بعد كده الشيري، ودي ما عجبتنيش خالص، طعمها لاذع بزيادة. اخر حاجة النوتيلا، يمكن تكون افضلهم شوية، عليها قطع بندق، برضو زي الروشيه بتبقى تقيلة شوية ومسكرة. تمن الطبق ده 475 جنيه. انا اديله تقييمي 7 من 10. حلوان المنشي عامل واحد زيه كده بقى، انا عجبني اكتر شوية منه، وفرق السعر بينهم مش كبير. حلوان المنشي